ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو هنتكلم عن جمال وفضل الصلاة على سيدنا محمد، ففضل الصلاة على سيدنا محمد كثيرة جدا. طبعا الناس اللي بتكثر من الصلاة على سيدنا محمد ربنا بيجعل لها بركة في حياتها، بيجعل لها حياتها منورة بنور الله، بيغفر لها الله ذنبها وبيكفيها همها. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني بتتنزل عليك رحمات من الله، بتنال شفاعة سيدنا محمد، بتكون حياتك كلها مليئة بنور على نور. بترزق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. غير كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد عليك الصلاة، وان يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما بتصلي على سيدنا محمد صلاة واحدة، ربنا بيصلي عليك 10 صلوات. الإمام الشاذلي رضي الله عنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله يصلي 10 صلوات على من يصلي على النبي، غافلا أم حاضر القلب؟ فأجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الله يصلي 10 صلوات على من يصلى عليه غافلا، وله أمثال الجبال ملائكة تستغفر له، وأما من صلى علي حاضر القلب فلا يعلم ثوابها إلا الله. يعني تخيل بقى ان فضل الصلاة على سيدنا محمد، سواء كنت غافل، يعني بتقولها كده عمال ترددها وقلبك غافل وانت مش مركز فيها، او كان قلبك حاضر ومستشعر جمالها، دي ليها ثواب ودي ليها ثواب، دي ليها اجر ودي ليها اجر، وربنا بيصلي عليك سواء كنت غافل او حاضر القلب. يا جمال الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه رؤي في المنام وقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: بما؟ قال: ب5 كلمات كنت أقولهم في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ال5 كلمات اللي كان بيقولهم الإمام الشافعي اللي كانوا سبب في إن ربنا غفر له كل ذنوبه هم: اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليك، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلي عليك، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليك، اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. يعني ال5 كلمات كانوا اللي كان بيقولهم الإمام الشافعي كانوا: اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. طبعا الكلمات سهلة جدا، لو رددناهم كل يوم بعد كل صلاة هننال شفاعة رسول الله، ويمكن ان ربنا يغفر لنا بيها كل ذنوبنا، زي ما ربنا غفر للإمام الشافعي، رغم ان الإمام الشافعي كان عنده أعمال كتيرة جدا مليئة بالخيرات، لكن هي دي سبب مغفرة الله له. وطبعا احنا عارفين ان طريق الرجوع إلى الله هو، أو الباب السريع اللي تدخل إلى الله هو الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب كتاب دلائل الخيرات اسمه محمد ابن سليمان الجازولي، كان سبب تأليفه كتاب دلائل الخيرات إنه في ليلة من الليالي كان معتكف في المسجد، قام عشان يتوضأ في الليل فبحث عن الدلو فلم يجده، ووقف متحيرا كيف سيحضر الماء من البئر، فوجد فتاة تقول له: من أنت وما حيرتك؟ قال لها: أنا محمد الجازولي، فقدت الدلو ولا أستطيع أن أتوضأ. فردت الفتاة باستغراب وقالت له: أنت من يثني الناس عليك خيرا، لا تستطيع أن تعرف كيف تخرج الماء من البئر. فبصقت في البئر ففاض الماء وساح على وجه الأرض، وتوضأ الإمام وهو في ذهول من هذه الكرامة التي وجدها على هذه الفتاة، وسألها بالله أن تخبره كيف نالت هذه المرتبة، فقالت له: بكثرة الصلاة على سيدنا محمد. فأخذ على نفسه عهد أن يؤلف كتاب في فضل الصلاة على سيدنا محمد، وأن يجمع أفضل الصلوات على سيدنا محمد. ولما توفي بعد 70 سنة فتحوا قبره وجدوه كأنه دفن الآن، لم يتحلل جسده. ودي طبعا من بركات الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في صيغ كتيرة جدا جدا،
والعجيب والغريب إن رغم اختلاف الصيغ وإن كل إمام من الأئمة كان بيؤلف لنفسه صيغة معينة، منهم اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي يلقنه هذه الصيغة في منامه، ومنهم اللي كان بيجتهد في إن هو يذكر صيغة معينة للصلاة على سيدنا محمد. من العجيب إن كل هذه الصيغ مقبولة عند الله، وكل الصلوات بكل الصيغ ليها كراماتها وليها بركاتها وليها عجائبها، وكل ما بيكثر الإنسان من الصلاة على سيدنا محمد بيجد فيها بركة. كان في فتاة عمرها صغير وكانت بتصلي على سيدنا محمد كل يوم في اليوم أكتر من 10,000 مرات. ولما سألوها انتي ماذا وجدتي في فضل الصلاة على سيدنا محمد والإكثار من هذه الصلاة، قالت إنها كانت بتشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ولم تنقطع رؤيته عنها يوم واحد. تخيل إن أنت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيجيلك في المنام. الشخص لما بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره بيحس إن هو يعني ربنا إداله كنز عظيم، فما بالك لما تشوفه كتير في الرؤى، وما بالك بقى لما تشوفه كل يوم بفضل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة على سيدنا محمد، لأن اللي بيصلي على سيدنا محمد ربنا بيخرجه من الظلمات إلى النور. ربنا بيبدل سيئاته حسنات، بتلاقي بركة في حياته، بتلاقي خير في كل أمور حياته. طبعا لما بيحصل له هم أو غم، الصلاة على سيدنا محمد كفيلة إنها تكفي همك وتغفر ذنبك. لما تجد نفسك في شدة وانت من الناس اللي بتكسر على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين وقول اللهم بفضل صلاتي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرج همي. وطبعا احنا عارفين صلاة الحاجة ان لما يكون عندك حاجة متعسرة بتصلي ركعتين بتثني فيهم وبتحمد الله، وبعد كده بتقول بعد الصلاة بعد الركعتين بتقول اللهم إني أتوجه إليك بحبك لحبيبك وبحب حبيبك لك وبالسر الذي بينك وبينه، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي أن يقضي لي حاجتي، اللهم شفعه فيه. وربنا بيقضي لك حاجتك. ومن فضل الصلاة على سيدنا محمد كمان إن أنت لما بتيجي تدعي وقلت الصلاة على سيدنا محمد في بداية دعائك، وختمت بالصلاة على سيدنا محمد في نهاية دعائك، الدعاء اللي ما بينهم دائما بيكون مقبول. يعني الدعاء اللي بيبدأ بالصلاة على سيدنا محمد وبينتهي بالصلاة على سيدنا محمد فهو مقبول. برضو من فضل الصلاة على سيدنا محمد ومن جمالها إن كان في شخص مريض جدا ويعاني من مرض اللي هو السرطان، وذهب إلى أحد الشيوخ وطلب منه إن هو يقول له دعاء يخفف الله به همه. فالشيخ قال له أو الإمام قال له قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وكرر الدعاء دوت بعد كل صلاة ورددها بأعداد كبيرة جدا. هتلاقي ربنا شافاك. بعد سنة من ذكره هذه الصلاة وهي اسمها الصلاة الطبية، وجد ان ربنا شفاه شفاء تاما من هذا المرض اللعين بفضل الصلاة على سيدنا محمد. يعني في ناس كمان من اللي هي الناس اللي بتكثر من الصلاة على سيدنا محمد بتشاهد في منامها كأنها بيجرى إليها عمليات جراحية بفضل الصلاة على سيدنا محمد، وبتقوم من النوم وهي ربنا شافيها من مرض معين، من شيء معين كان أصاب جسدها، من حاجة كانت بتعاني منها، ده بفضل الصلاة على سيدنا محمد. يعني الصلاة على سيدنا محمد عظيمة جدا جدا. مهما قعدنا نحكي قصص الناس اللي ربنا جبرهم بالصلاة على سيدنا محمد، طبعا القصص كتير جدا جدا والأشياء كتيرة جدا. الناس اللي كانت عندها اللي هي لم يرزقها الله بالذرية الصالحة بكثرة الصلاة على سيدنا محمد والمداومة على الصلاة على سيدنا محمد بأعداد كبيرة جدا ربنا رزقها بالذرية الصالحة. والناس اللي كان عندها مشاكل كبيرة جدا بفضل الصلاة على سيدنا محمد
وبفضل الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد ربنا حللها مشاكلها ووجدت الحل في الصلاة على سيدنا محمد. أيضا الناس اللي هي بتذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكون عندها مشكلة وبتبكي وبتدعي وبتطلب من ربنا إن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لها في حل المشكلة اللي هي فيه وفي قضاء حاجتها وفي إجابة المشكلة أو الأمر اللي هو يعتبر شبه مستحيل. بتجد إن بعد كده ببركة الصلاة على سيدنا محمد ربنا قضى لها حاجتها. الصيغ بقى كتيرة جدًا، جدًا، جدًا في الصلاة على سيدنا محمد. كتاب دلائل الخيرات ده مليان الصيغ اللي هي العظيمة والصيغ الكتيرة جدًا، وكل إمام كان له صيغة من الصيغ المهمة اللي نال ببركتها خير في حياته بفضل الصلاة على سيدنا محمد هتلاقيه في هذا الكتاب. في عندك صلوات كتيرة، الصلاة العظيمية من الصلوات اللي برضه لمّا بتقرأها 92 مرّة بتجد تيسير وحل أمورك ومشاكلك. الصلاة الطبية اللي إحنا قُلناها ديّة لمّا بيكون الإنسان مريض يداوم على هذه الصلاة، بفضل هذه الصلاة ربنا بيشفيه من الأمراض. طبعًا الصلاة بالصيغة الإبراهيمية اللي إحنا بنقولها في نهاية التشهُّد من الأشياء الجميلة جدًا، ولو قعدت تقرا وتسمع قصص الناس اللي ربنا استجاب لهم وحقق لهم المعجزات، الناس اللي كانت اتأخرت في الزواج أو اتأخرت في الإنجاب أو عندها تعثُّر في المال أو عندها مشاكل فقر أو مشاكل أمراض أو أي شيء، بفضل الصلاة الإبراهيمية والمداومة عليها والإكثار عليها ربنا فتح لهم أبواب الرزق وادّاهم كل الأشياء اللي هم كانوا عايزينها، سواء كان إنجاب أو يعني الإنجاب أو زواج أو قضاء مشاكل أو إن ربنا وسّع رزقهم بفضل الصلاة على سيدنا محمد. يعني الصلاة على سيدنا محمد مهما قعدنا نتكلم فيها ساعات وساعات لن نوفيها حقها، ولازم يكون عندك حب داخلي للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون كده من جواك حاسس إن أنت لو يوم عدّى من غير ما تصلي وتسلم على سيدنا محمد وتقول الصلاة على سيدنا محمد وتحس كده بالجمال في يومك، تحس إن في حاجة ناقصاك، أنت ما عملتش حاجة النهارده. فداوم على الصلاة على سيدنا محمد بأي عدد أنت عايزه، بالذكر المضاعف، بأي صيغة أنت عايزها. من يعني من أسهل الصيغ كمان للصلاة على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي صيغة سهلة جدًا، جدًا، وممكن توصل فيها لآلاف الآلاف لمّا تقولها وتفضل تكررها فترة طويلة. في ناس كمان بتقول صيغة سهلة وبسيطة ولكن فضلها بيبقى كبير وعظيم، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد علم الله. في ناس كمان بتقول اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما في الكون، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الملائكة، اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا محمد عدد تعاقب الليل والنهار، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في السماء وفي الأرض، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما خلق الله. يعني في الصيغ كتيرة جدًا، شوف الصيغة المستساغة إلى قلبك والسهلة والميسرة عليك وقولها ورددها كتير جدًا، جدًا علشان تجد بركتها في يومك. برضه بعض الصالحين والأئمة كانوا بيوصّوا المريدين بتوعهم إن هم يذكروا الصلاة الطبية دي كل يوم بعد كل صلاة يقولوها 21 مرّة وإن هم ما يبطّلوهاش أبدًا عشان يجدوا شفاء وعافية في أجسادهم. طبعًا في الصلاة النارية ونسمع إن لمّا تقولها بعدد معيّن اللي هو 4444 بتجد برضه حل لمشاكلك وتجد انقضاء سريع لكل همومك وتجد إن ربنا بيحل لك كل مشكلة مهما كانت عسيرة. طبعًا الناس اللي هي من ذاق عرف، يعني لمّا هتبدأ إن أنت تصلّي على سيدنا محمد بأعداد كبيرة أنت نَفْسك هتلاقي عندك أمور كتير جدًا اتغيّرت في حياتك، أبواب كتير كانت مُغلقة تبدأ إنها تتفتح، أمور كتير ربنا هيقضيها لك بفضل الصلاة على